الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده يا جماعة أنا بس بشرح لكم هنا أنت طريقة الهدف اللي إحنا محتاجينه. بعتلك شيت اللي هو أنا محتاج فيه هدف الأصناف، كرتون وقيمة بتاع كل مندوب. طبعا عشان الناس اللي بتسأل نعملها إزاي وأنا عارف صعوبة الأمر، فأنا الفيديو ده أنا بعمله عشان أشرح لكم هتعمل الشيت إزاي بسرعة. في نفس الوقت هعلمك شوية معادلات إكسل ممكن تفيدك في شغلك بعد كده. فأنا بستأذنكم تركزوا معايا بس في الموضوع، وهحاول إن أنا مطولش إن شاء الله. أفترض دلوقتي إن أنا عندي المناديب في الفرع أحمد محمد إبراهيم علي توفيق. نفترض إن دي المناديب بتاعة الفرع. هاخد الأهداف بتاعتهم من المشرف المبيعات أو مدير الفرع. هدف أحمد مثلا 150,000 120,000 105 250 300. إجمالي الأهداف دي 925,000 جنيه. هنسبهم، هجيب النسبة بتاعت كل مندوب. يعني افترض مثلا وإجمالي هدف الفرع 925,000 جنيه مثلا، فهجيب نسبة كل مندوب. أقول له هنا يساوي المندوب الأول اللي هو أحمد 150، أقسمها على 925 وأعمل F4 عشان أثبت الخلية دي، بحيث لما أجي أتحرك تبقى الخلية أو 925,000 جنيه دي ثابتة، وعلامة الساين دولار هتبقى قبل البي وهتبقى محيطة بالبي، وأعمل إنتر. وهو كده السحب لتحت لحد آخر مندوب. في الآخر وهقوم عامل إجمالي للنسب دي بحيث أشوف هي بتساوي كام. بتساوي 100%، يبقى أنا كده ماشي مظبوط. وهروح هنا لازم المشرف أو مدير الفرع يديني هدف الأصناف للفرع. هدف الأصناف كمية أهوت، وادي السعر بتاعه، وهنا الهدف قيمة. إن أنا عملت إيه الهدف قيمة ده؟ عملته إزاي؟ ضربت الكمية في السعر، ده طبيعي، موضوع بسيط خالص، وهقوم نازل لتحت. في الآخر إجمالي هدف الأصناف طلع بيساوي 925,000 زي 925,000 هدف المناديب. كده الاتنين ماشيين مظبوطين. فأنا عايز أوزع هدف الأصناف ده على المناديب زي ما أنا متفق معاك. هقوم جايب أسماء المناديب دي كده، وهقوم حاططها هنا مثلا value transpose عشان يجوا بالعرض، وهجيب النسب بتاعتهم أحطها فوق، وأقول هنا copy paste value transpose عشان يجوا بالعرض. وهقوم قايل له هنا بعد ما جبتهم هنا value transpose بالعرض، عايز بقى أوزع الأهداف دي على المناديب. هقوم عامل إيه؟ هقول له equal، وأقول له النسبة 16% دي موجودة في الصف رقم كام؟ رقم 1. هنا جايب لي 1، وأعمل F4، أفضل أضغط F4 كذا مرة لحد ما تثبت الرقم 1. دي معناها إيه؟ معناها لما أنا هتحرك يمين أو شمال في الصف دوت المعادلة هتتحرك معايا، لكن لو نزلت تحت مش هينزل لأن أنا مثبت الصف رقم 1. وأقول له فيه الكميات أو الهدف كميات، وأفضل أضغط F4 لحد ما أثبت حرف الآي ده هنا اهوت. وده معناه إيه؟ إن أنا لما أتحرك لتحت أو لفوق المعادلة هتتحرك معايا داخل نطاق العمود اللي اسمه آي، لكن لو اتحركت يمين أو شمال مش هيتحرك معايا عشان أنا مثبت الآي. وأضغط إنتر وأخدها كوبي، وأروح لكل المناديب كده لتحت وأعملها بيست. كده أنا وزعت الهدف كله. لو أنا بصيت على إجمالي الكراتين دي هلاقيها 2222، وهنا 2222 هدف المناديب، هدف الكراتين كلها. كده تمام، أنا ماشي مظبوط. أنزل تحت هعمل لها جمع، ماشي، وأخدها كده. لو أنا عايز أعرف القيمة بتاعت كل مندوب هقول له هنا هعمل معادلة اسمها sum product، وsum product دي بتضرب الأعمدة ببعضها من fx. هنا هعمل sum product، وsum product دي هروح للعمود بتاع المندوب اللي اسمه أحمد، حدده كله كده، ماشي، وانزل تحت أضرب الكميات بتاعت أحمد دي في الأسعار. والأسعار دي أنا هثبتها بحيث لما أتحرك يمين أو شمال أو فوق أو تحت ما تتغيرش، يفضل برضو يضرب
الأسعار. يبقى كده هدف أحمد بيساوي كام؟ بيساوي 150، وهنا هدف أحمد فعلا كان بيساوي 150,000 جنيه، واسحبها كده. تمام. ونشوف المناديب الباقيين هم أهدافهم مظبوطة ولا لأ. هنا ده 300,000، ده 300,000. طيب أنا هعمل هنا معادلة الجمع الإجمالي، اللي هو إجمالي الكراتين، عشان أشوف مساوي للكراتين دي ولا لأ. وانزل تحت، هقول له هنا آخد جول كده قوي بيست. إجمالي هدف الكراتين 2222 كرتونة، وهنا المجموع بتاعهم أو القيمة بتاعتهم 925,000. كده مظبوط. هعمل معادلة هنا اسمها الفرق ده هطرح الكراتين الإجمالية من الهدف الأساسي بتاعي، ولازم في الآخر يساوي زيرو. طب أنا عندي أصناف المشرف بتاعنا، مشرف الفرع عايز يجمعها على المناديب بطريقته هو كده. احنا وزعنا الأصناف عشوائي نظرا لكبر حجم الأصناف عندنا، فمش هينفع أمشي على كل صنف وأحدده الكميات مظبوط. عندي صنف مثلا زي المصاصة البيج هيمتو، الفراولة دي مثلا، أنا بفترض معاك المشرف عايز يجمعها أو المدير الفرع عايز يجمعها على المناديب بطريقة تانية بدماغه على حسب قوة المنطقة وقوة العمر. فأنا هدي ده 10. كده الهدف معايا فرق بقى هنا 93 كرتونة، وهنا المفروض يكون 99 كرتونة. أنا خانة الفرق دي أنا أعملها ليه؟ عشان في الآخر لازم تساوي لي صفر، عشان أتأكد إن أنا اللي أنا موزعه على المناديب هو نفسه الهدف الأساسي، فلازم الفرق يساوي صفر. هيدي لده مثلا 10، ده هيديله 15، ده هيديله 10، ده هيديله 30، ده هيديله 34. كده الهدف بيساوي صفر. كده أنا ماشي مظبوط. المشرف لو عايز يوزع أي تصنيف، أو لو عايز يوزع بطريقته هو، يقدر يوزعها بالطريقة. طب أنا هعمل إيه بعد كده؟ هنقل بقى في الجدول بتاعي اللي أنا بعتهولك. أدي كده الكميات، أروح هنا لهدف كرتون، وادي هنا الأسعار اللي إحنا موجودة عندنا. أخدها هنا كده، وآخد كود الأصناف، كود الصنف واسم الصنف بالطريقة دي كده، كوبي بيست على طول. هنا اسم المندوب المندوب الأولاني ده اللي إحنا خدنا أرقامه اسمه أحمد، فاجي هنا وأكتب أحمد، وهنا كود المندوب هتطلعه من على البرنامج في شاشة الإدخال المناديب، وتشوف المندوب متكون بكود كام، مثلا 101، وتقوم حاططهولي هنا. المشرف بتاعه مثلا اسمه إبراهيم مثلا، فتقوم كاتب لي هنا اسم إبراهيم. طب المشرف ده هتجيب الكود بتاعه منين؟ من شاشة الإدخال، وتشوف المشرف متكون بكود كام والفرع. خلصنا ده، هتجيب المناديب اللي بعديه، هتجيب المندوب اللي بعده على طول بالشكل زي نفس الكلام، وتقوم حاططهولي تحتيه على طول. طيب بالنسبة لهدف العملاء فرع مثلا القاهرة، عندي عميل اسمه سعد مثلا، الكود بتاعه 10/10/3 أو 10/10/20. الهدف بتاعه مثلا ده داخل شريحة ب150,000 جنيه. بس هتجيب العميل اللي بعديه وتضيفه تحت منه على طول، مش عايز فيه تفاصيل. شكرا. ولو في أي استفسار أستأذنكم تتواصلوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.